إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع ومرحبا بكم في هذا التقديم لمباراة المنتخب الوطني المغربي ونظير المنتخب التركي ضمن بطولة الفوتسال ويك التي تقام بدولة كرواتيا، وذلك بمشاركة 4 منتخبات: المنتخب المغربي، المنتخب التركي، وكذلك المنتخب النرويجي ومنتخب لاتفيا. المنتخب المغربي واجه منتخب لاتفيا في أولى مباريات هذه البطولة الدولية الودية، وفاز عليه ب5 أهداف ل0. الأهداف الخمسة كلها سجلت في الشوط الثاني، لأن المدرب هشام الدكيك جرب العديد من اللاعبين الجدد في الشوط الأول. إن الشوط الثاني كان له رأي آخر، وأدخل التشكيل الرسمي للمنتخب المغربي ليدك شباك المنتخب المروج بخماسية نظيفة. المباراة الثانية مع منتخب لاتفيا تنتهي بفوز المنتخب المغربي ب4 أهداف ل0، أو 4 أهداف بهدف واحد. الهدف الوحيد اللي سجله المنتخب لاتفيا في الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف. هشام دكي كذلك يجرب بعض اللاعبين الجدد في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني يضيف هدفين ليعود المنتخب الوطني المغربي بتشكيلته الرسميه. المباراه الثالثه سيجريها المنتخب المغربي مع منتخب تركيا الذي تعادل مع منتخب النرويج وفاز على منتخب لاتفيا بصعوبه. اكيد ان الاول في هذه الدوره سيواجه المنتخب الثاني في النهائي، بين المنتخب الثالث والرابع سيلعبون مباراة الترتيب. أظن أن المنتخب المغربي يكفيه التعادل مع تركيا، وأكيد أنه سيفوز على المنتخب التركي نظرا لقوة المنتخب المغربي في هذه اللعبة، أي البطولة أو كرة الفوتسال. المنتخب التركي في حالة ما تعادل في هذه المقابلة، بغض النظر عن مقابلة لاتفيا وكذلك النرويج، سيتأهل ليواجه المنتخب المغربي مباشرة في اليوم التالي، أي يوم السبت المقبل. إذا مقابلة المنتخب المغربي ستلعب يوم الجمعة المقبل على الساعة 5:15. المباراة غير منقولة على شاشات التلفاز، وإنما منقولة فقط عبر الانترنت. اذا تحياتي للجميع، اتمنى ان تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد واخبار المنتخب المغربي للقاع وكذلك الكبر وكذلك الفرق المغربيه. تحياتي للجميع، اترككم والى فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.